السلام عليكم يا اجمل متابعين. لو بتشتروا عسل كل شوية لازم تشوفوا الفيديو، مش عارفين اذا كان طبيعي ولا مغشوش. النهاردة جايبه لكم 6 اختبارات بسيطة جدا هتعمليها في البيت ومن غير ما تحتاج اي جهاز، وتكتشفي الحقيقة في اقل من 5 دقايق. هنشوف النهاردة حقايق عمره محدش شافها. للاسف دلوقتي في عسل كتير مغشوش في السوق، في المخفف بالمية وفي المخلوط بالسكر او جلوكوز. بس بعد ما تشوف الفيديو ده ان شاء الله محدش هيضحك عليكي تاني باذن الله. اقول لكم كل حاجة. خلاص هنقول مع بعض الاختبارات. واول اختبار عندنا نجيب كده كوباية من المية العادية جدا، تمام، وهنحط فيها معلقة صغيرة من العسل. تمام. اول حاجة طبعا العسل بيبقى قوامه معروف جدا وريحته له ريحة مميزة انا بعرفها. لو معرفناهوش من السمك، في ناس كتير جدا بتخم في السمك بتاعه عشان ممكن الشربات نتقله عادي جدا زي ده بالظبط. الشربات ده بتاع البسبوسة والكنافة يعني. هتعملي الاختبارات اللي بقولك عليها دي. خلاص هتروحي حاطه كوبايه من الميه وتحطي فيها معلقه من العسل. العسل الاصلي مش بيدوب في الميه، مش بيدوب بسرعه، بياخد وقت. تمام، يعني ما يتحسيش اللي هو داب كده زي السكر كده، فاهمين؟ بياخد وقت. لو داب بسرعه غالبا ده مغشوش. تمام. هو نزل في القاع، وعلى فكرة كبيت المية لقيت العسل تحت ما فيش حاجة دابت عشان انا مقلبتوش اصلا. وزي ما بقول لكم ده الاختبار الاول. لو ما عرفتيش بالاختبار ده هنقول اختبارات تانية هتعرفك ان شاء الله. الاختبارات التانية سهلة جدا وهتعرفيها بكل سهولة. الاختبار ده ممكن يكون صعب على ناس، خلاص، عشان هو في المية. انا دلوقتي لو كبيت المية هتلاقي كل العسل تحت ما دبش عشان انا مقلبتوش خالص. فاهمين الكلام؟ غالبا ده كده مش مغشوش. تاني بقى طريقة، الخل لو حطيناه عليه هنلاقي عندنا لو فار معانا، لو فار الخل، لو فار معاكي مع العسل كده يبقى مش طبيعي. كل ده العسل تحت في القاع ما حصلش اي حاجة معانا. هنا الاختبار التالت هو بتاع العيش. جيبي رغيف كده طازة عيش وحط عليه نقطة صغيرة. لو العيش او الخبز بتاعك شربه، يعني تشربه زي المية كده، يبقى كده ده برضو تعرفيه اللي هو مغشوش. او منديل ورق، منديل ورقي او ورقة وحط عليها كده. بصوا مش ينزل ازاي. لو ما فردش معاكي وما شربتهوش او شربوا المنديل برضو كده يبقى عسل طبيعي مش مغشوش. يعني ضفنا اول حاجة ضفنا كوباية المية بدون خل، دي اول حاجة، وبالخل كده. تاني حاجة تجربة، وتالت حاجة العيش زي ما هو، ورابع حاجة المنديل او خامس حاجة بقى اللي انت تحطيه في الفريزر. ودي معلقة كده او هو زي ما هو كده في الفريزر. انا مش بعمل عليه اعلان ولا حاجة يا جماعة، انا بوريكم النوع ده حلو جدا. حطيه في الفريزر، لو ما جمدش هيبقى كده طبيعي. اللي بيجمد هو اللي فيه بيبقى فيه مية
اللي مخففينه بحاجات تانية كده. يبقى 5 حاجة قلناها اختبارات حطيناه في الفريزر، يبقى لو جمد يبقى مش اصلي. لو ما جمدش زي ما بتاعنا كده ما جمدش وفي التلاجة، انا حاطاه في التلاجة ما جمدش ولا عمل ولا سكر ولا يبقى فيه سكر من تحت ولا اي حاجة، خلاص يبقى ده اصلي. في حاجة ستة هقول لكم عليها برضو، بس انا ما وريتهالكوش دلوقتي عملي. هتجيبي طبق فاضي تحطي فيه صفار البيض، صفار بيضة زائد شوية عسل وقلبيهم. العسل الاصلي هيخلي صفار يبان كأنه مطبوخ مسك نفسه، لو مغشوش مش هيعمل حاجة خالص، فاهميني؟ وكده يبقى قلتلكوا على 6 طرق. حطيناه في الفريزر، حطيه في الفريزر ساعتين، لو جمد يبقى دي اسهل طريقة الناس بتعملها. وفي ناس تانية بتحط على النار، لو عمل رغاوي يبقى مش عسل اصلي. خلاص يبقى كده احنا قلنا كل الافكار او كل الحاجات الاختبارات. لو جمد معاكي في الفريزر يبقى في مية وسكر ومغشوش باضافات تانية. قوليلي في الكومنتات كنت تعرفي الاختبارات دي، جربت اي واحدة منهم قبل كده؟ انا شخصيا جربت كذا طريقة وفرقت معايا جدا. ولو استفدت دوسي لايك واشتراك في القناة علشان كله يستفاد. الفيديو مهم وجاي ان شاء الله، اللي جاي هيبقى احسن، وازاي نعرف المغشوش من الاصلي. بحبكم من قلبي، استنوني الفيديو الجاي واستودعكم الله، السلام عليكم.